بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة بيت جنتك. النهارده هنعمل مع بعض دجاج كانتون الصيني. وصفة حلوة قوي وهتعجبكم يعني. وتغيير نص كيلو، المقادير نص كيلو صدور دجاج متقطعة بالشكل ده مكعبات. وعندنا فلفلاية كبيرة خضراء هنا متقطعة برضو مربعات كده كبيرة. وعندنا بصلاية كبيرة متقطعة مربعات برضو بالشكل ده. وعندنا جزرة متقطعة برضو مربعات. وعندنا معلقتين كاتشب معلقتين صويا صوص. وعندنا هنا معلقة نشا كبيرة متدوبة في نص كوباية مية. وعندنا بابريكا اللي هي الفلفل الأحمر. وعندنا الفلفل الأسود. وعندنا معلقة كبيرة دقيق هنغلف بيها الفراخ ونشوف دلوقتي. الأول هنحط معلقة فلفل أسود أو ممكن معلقة ونص يعني حسب ما بتحبي، حراق أو مش أو بارد. وهنا معلقة بابريكا. وهنحط الدقيق. وهنحط معلقة صغيرة ملح كده ونغلف بيها الفراخ، صدور الفراخ. لو غلفتي الفراخ وحسيتي ان هي عايزة شوية دقيق كمان ممكن تزودي، انا حاساها هنا عايزة. هحط هنا شوية دقيق كمان على اساس تبقى متغلفة كويس. بسم الله. هي بدأت تتغلف كلها بالدقيق. خلاص دلوقتي هنشوف هنعمل ايه مع بعض. نجيب طاسة زي كده وعايزين زيت عشان نحمر فيه الفراخ، ما يكونش كتير قوي، دوبك كده بس يتحمر معانا الفراخ وتستوي. نشوف الزيت بتاعنا بس يسخن. استنى بس الزيت يسخن علشان نحمر الفراخ كلها. نحاول نفككها بس من بعضها كده.
تكون النار عالية عشان ما تنزلش المية بتاعتها. لما تنزل في النار هتلاقيها بدأت تفك معاكي، مش مشكلة دي ممسكة في بعضيها. تحسي ان هي بدأت تاخد لون احمر، وتحسي برضو في نفس الوقت ان هي بدأت تستوي. لازم تستوي معاكي. تفضلي تقلبي فيها كده علشان لو في ناحية استوت وناحية مستوتش، عايزين يبقى في حاجة نية. اوقات ما بحبش اسرع الفيديو او اقطع واجيب لك الحاجة معمولة. ساعات بيبقى في بنات لسه بتتعلم بيبقوا محتاجين يشوفوا الخطوات على طول كده وانتي بتعملي علشان يتقنوا الموضوع اكتر. وفي ناس بقى ما بتحبش الفيديوهات الطويلة، يصبروا معانا شوية عشان يشوفوا الحاجة هتبقى عاملة ازاي. انا عن نفسي ما بحبش اشوف حاجة مقتطعة كده او سريعة، بحس ان انا مستوعبتش الموضوع. كده تقريبا بدأت خلاص تستوي معانا. ثواني ونشيلها. ريحتها جميلة هتعجبك قوي. كده تقريبا الفراخ استوت. تقطعي مع نفسك واحدة كده وتحطيها. بسم الله. هنفضيها. في نفس الطاسة بتاعتنا هنضيف مقدار تاني من الزيت. هنبتدي نحط فيه البصل. يفضل معانا بس كده حاجة بسيطة. النار هتبقى عالية معاكي عادي. يعني اللي جرب كانتون قبل كده الاكل الصيني يعرف ان هما ما بيسووش الخضار قوي زينا، يعني بيبقى حاجة كده زي دبلان شوية، يعني بيبقى بيقرش، ما بيبقاش مستوي قوي. بس كل حاجة، البصل مش مستوي قوي، الجزر برضو نفس الموضوع، الفلفل، فهما بس بياخدوها تشويحة كده علشان الصينيين عامة اكلهم على طول صحي يعني، وبيبقى الحاجة كده محتفظة بلونها وجميلة، ما بتبقاش دبلانة كده والخضار مستوي قوي. دلوقتي هنحط الجزر. ياخد تشويحة برضو، الاول البصل بعدين الجزر، يعني الحاجات القاسية
في الاول الفلفل ما بياخدش وقت. الاكله دي الجزر فيها بتحسيه تقريبا مش مستوي. لو انت مش حابه ان الخضار يبقى ني شويه او يبقى زي ما هما بيعملوه، فيك انك تسويه عادي مفيش مشكله. بس هو ده الموضوع يعني، زي ما هما بيعملوه، هما ما بيسووش الخضار، ما بيبقاش مهري يعني. هنحط الفلفل. الفلفل تقدري تعمليه الوان، الفلفل الاحمر بيبقى تحفه في الاكله دي، بس انا مش متاحه عندي دلوقتي، ما عنديش خلصان. تقدري تحطي فلفل احمر، فلفل اصفر واخضر طبعا. انا مش موجود عندي دلوقتي غير الاخضر، ما عنديش مشكله، مش هنقف عليه، كلها كماليات يعني مش من الاساسيات. هنفضل شويه كده لغايه الفلفل ما يدبل، مش يدبل يعني، شويه كده هنشوح فيه، مش يدبل ولا يستوي ولا لونه يروح ولا حاجه، لا. الاطفال بيحبوا الاكله دي جدا. بتقدميها مع رز ابيض عليه بسله كده، مفيده قوي، رز بالبسله يعني مفيده جدا، وبتغيري الاطفال بالذات لو ملولين يعني من النوع الممل كده زي عندي. هحط رشه ملح بسيطه على الخضار. دلوقتي جه دور الكاتشب، معلقتين الكاتشب، معلقتين الصويا. يا سلام على الروايح، لو تشموا بقى ريحه كده فظيعه. جنن الريحه بصراحه. انا من عشاق الصويا الصوص في الاكل مع اللحوم والفراخ والحاجات دي. هنا هنضيف الفراخ، معلش نسيت، عايزين بس معلقه خل صغيره مش كبيره. وانا بقى بعشق الصويا فهزود حاجه كده ايه ليا انا، اللي ما بيحبش الصويا تعملي معلقتين بس، انا بحبها زياده بصراحه. بجد لازم تجربوها، والله بجد هتعجبكم قوي قوي. اكله جميله جميله جميله. انا كنت دايما لو خرجنا ولا حاجه جوزي يعشينا بره او يغدينا بره، كنت دايما اطلب كانتون، هم يطلبوا بقى اللي هم عايزينه، انا لازم اطلب الاكله دي لغايه الحمد لله يعني ما اكتشفت اسرارها وعرفتها.
دلوقتي جت المرحله بتاعت معلقه النشا اللي متدوبه في نص كوبايه ميه. نقلبها كده، النشا نزلت تحت. النشا بتخلي القوام سميك معانا، بتخليه يتقل كده والصوص بتاعنا يبقى تقيل. هنستنى بس لما يبقى سميك شويه. ان شاء الله نقدمها. بحضر الرز عشان اقدمه لكم معاه. على ما تتقل شويه. بدأت الأكلة بتاعتنا تتقل. قلبيها بقى لأن بتبقى تقيلة، الصوص بيتخن وبيبقى تقيل معانا. اوعوا ما تجربوهاش، ازعل بجد. يعني وهمية جميلة جدا. والصويا صوص مش غالية، ولازم على فكرة تبقى موجودة في كل بيت. يعني فظيعة في تتبيل الفراخ والفراخ المشوية واللحوم وكده. هنا ده الرز بتاعنا، رز بالبسلة انا عاملاه. هنقلبه كده ثواني. اهو الرز بتاعنا لغاية الأكلة الحلوة بتاعتنا ما تخلص ونغرفها معاه كده. خلاص قلت وبقت القوام بتاعها بقى جميل. نبتدي نحط معاها ما بقاش في حاجة دلوقتي حكر على المطاعم ان هم بس اللي بيعرفوا يعملوا لا خلاص الحاجات دي، لا خلاص كلنا بقينا شاطرين الحمد لله. ما بقتش في حاجة بعيدة عننا، امكانيات بقت متاحة والدنيا سهلة وبتدفعي فيها كتير. على فكرة الأكلة دي يعني بتاع كده مثلا يعني 7-8 قطع فراخ من دي، قولي 10 بالكتير، مع شوية بقى الخضار والحاجات دي وشوية رز يعني 1.5 قد دول، ب26 ريال. يعني في المصري بقى اضربي في 4 ولا في 5 كتير يعني. فبجد لما تعمليها في البيت مش غالية، موفرة. لو هتجيبي فرخة مثلا هتاخدي بس صدر الفراخ، انت عارفة الولاد ما بيحبوش عشان ناشف. اخليه من العظم وقطعيه نفس الطريقة دي واعمليه كده. هتبقى اولا هتعمل معاكي كمية كبيرة. انا اتعمدت النهارده اعمل صدرين بس عشان تشوفوا ان هو يعني صدر فرخه مقسوم، الاتنين بتوع الصدر كامل مقسوم 2. يعني مش كميه كبيره. واديكي شايفه اهوت، يعني تاكل 4 أنفار لو اطفال يعني. والاكله تحفه يعني، طعمها جميل وتغيير، لان الاطفال بيزهقوا ما بيحبوش المحاشي والاكل التقليدي ده بتاعنا احنا اللي بنحبه يعني. فان شاء الله ان شاء الله الاكله تكون عجبتكم، جربوها مش هتندموا. ولو عجبناكم بقى شجعونا باللايك عشان المقطع يشوفوا اكبر عدد، واشتركوا في القناه. وان شاء الله عندنا افكار كتير هتعجبكم. وصلوا على النبي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتوحشونا.